هوزيه بوينديا اتجوز أرسلا، كان عايز يدخل بها يوم الفرح، بس قالت له لأ، ومش هينفع أقولك ليه. الراجل كان متسامح جدا الحقيقة، وقال لها ماشي. عدى شهر والتاني شهور، ولسه هم اخوات، لغاية ما طلع عليه إشاعة إنه ملوش في الحاجات. مش عارف الإشاعة دي طلعت إزاي أصلا، مين يعرف معلومة دقيقة زي دي؟ بس هو ماركيز عايز الإشاعة تطلع فطلعت. في مرة بوينديا كان في حلبة مصارعة ديوك، فديكو كسب ديك الراجل التاني. فالراجل اللي خسر قال له انت جاي تتشطر على ديك انا، ما تروح تشوف مراتك. فبوينديا اتعصب عليه وقتله، وروح البيت في وقتها قال لأرسلا ناو، حقوقي اخدها ناو. قالت له طب والسبب؟ قال لها قولي ايه السبب. قالت له اصل انا في عرافة قالت لي ان الجواز بين عيلتي وعيلتك هيخلينا نخلف سحالي. قال لها سحالي؟ يعني انا سمعتي باظت ولسه قاتل واحد دلوقتي عشان انتي صدقتي دجالة؟ طب يلا، ولو خلفنا سحالي انا هربيهم مش مهم. بعد ما خلصوا الليلة المقرفة دي هربوا من القرية، علشان الاتنين فضل يجيلهم كوابيس فيها الراجل اللي بوينديا قتله. هو طبعا كان لسانه طويل شوية، بس ما كانش يستاهل يموت. فقرروا يسيبوا المكان خالص ويأسسوا قرية جديدة في مكان معزول تماما. هي دي بقى اللي هيحصل فيها 100 عام من العزلة. بس خلاص، هي دي القصة. كل الأحداث اللي هتحصل جوه القرية عبارة عن سلسلة فشل لعائلة بوينديا. أحداث كتير قوي بقى. يعني بوينديا هيهمل عياله ويفضل مركز على محاولات تحويل المعادن لذهب واكتشاف كنوز واختراعات وحاجات زي كده. واحد من عياله هينام مع واحدة من القرية، وهيهرب مع واحدة تانية بتشتغل في قافلة سيرك بتعدي على القرية كل فترة. وكمية عك كتير كده لغاية ما في الآخر واحد من نسل العيلة دي هيلاقي مخطوطة بتاعت عراف اسمه ميكياديس. المخطوطة دي نفسها هي تنبؤ بأحداث البؤس اللي عاشتها عيلة بوينديا لغاية ما انتهوا كلهم. يعني تقريبا كده على ما أنا فهمت المخطوطة دي هي أصلا الرواية. بص بصراحة رأيي الشخصي أنا زهقت منها. الرواية فيها استفاضة كبيرة جدا في وصف كل حاجة، يعني تلاقي 80% من الصفحة رسم لشكل المشهد ولون السماء، حركة النمل، في حين ان الاحداث اللي حصلت ان واحد بس فتح الشباك وقفله تاني. العبقري في الرواية دي فكرة الرمزية. مجدونو بترمز لأمريكا اللاتينية بعزلتها والصراعات اللي فيها والانقلابات وتدخل النفوذ الأجنبي. هي بس عايزة طولة بال لو ناوي تقراها.